خلف التلال البعيدة تعيش حيوانات في حظيرة ستجولكم بها لتكشف لكم أسراراً كثيرة. ستخبركم عن أعظم سر في حياتها، عن عجائب التكنولوجيا وعصاها السحرية، كما أنها ستقول لكم كيف تحب أن يكون بيتها الذي تسكن. مرحبا بكم أصدقائي، أنا الدجاجة. كنت سابقا أعيش وحيدة في الحظيرة، أبيض بيضة وحيدة كل يوم يجمعها صاحبي أو يتركها لتتجمع فتفقس بعد مدة لتملأ الفراخ الصغيرة المكان. أما اليوم وبفضل التكنولوجيا فأنا لم أعد حتى وحيدة، وصاحبي يقسمني أنا وأخواتي الدجاجات لقسمين، دجاج لاحم وآخر بياض ينتج أكثر من بيضة في اليوم. وموسم التفقيس لم يعد موسما مميزا، فالفقاسات الحديثة تجعل من سلالتنا متوفرة دوما، وباتت العطل ليست يوم استهلاكنا الوحيد. تلك كانت قصتي. الآن سأترككم مع صديقة البقرة لتخبركم حكايتها الخاصة. أما أنا يا أعزائي فحالي تشبه الدجاجة. كنت أنا وبقيرات عدة نسكن المرعى، صاحبي يحلبني بيديه لأعطيه حليبا يصنع منه جبنا ولبنا. أما اليوم فهناك مزارع ضخمة عملاقة تضم مئات الأبقار وتنتج أطنان الحليب، يحلبوها بالحلابة الآلية بسرعة وبجهد قليل. أنا نحلة، أو كما يسمونني السيدة نحولة. ذكرني الله سبحانه في القرآن، وننتج نحن النحل العسل اللذيذ. كنا نعيش نحن مملكة النحل في أوان فخارية، وحتى يقطف عسلنا كان لابد من طردنا باستعمال دخان كثيف مما يؤدي إلى موت يرقاتنا. لكن هذا الحال لم يدم، فالتكنولوجيا لم تنسنا وأوجدت لنا الحل، فبتنا نسكن بهذه الأجران عوضا عن الأواني الفخارية. نجمع عسلنا ثم يقوم النحال بقطف العسل الزائد عن حاجتنا دون إلحاق أي ضرر بنا. نحن حيوانات المزرعة تسمى بيوتنا حظائر، نحب أن يتوفر فيها الغذاء والماء وضوء الشمس والظل والتهوية الجيدة، كما أننا نحب البعد عن الناس فلا ينزعج أحد من رائحتنا، وأن تبتعد عن مجاري السيول فلا تجرفنا الأمطار في الشتاء، وأن تكون سهلة الوصول من قبل صاحبنا المزارع.